بصوا بقى، انمي النهارده ده انمي جامد قوي، فعايزك تركز معايا علشان الانمي بتاع النهارده ده طويل شويه، وعايزين نوصل الفيديو ده 7000 لايك في اول يوم علشان عايز افرح عادي. يعني مش هيحصل حاجه لما تفرحني، مش لازم اعمل لك حاجه عشان تعمل لايك، يعني فاهم؟ اعمل لايك. وخلينا دلوقتي نبدا سرد الحكايه. ده بطلنا كاسل، وزي ما انتم شايفين كده بيتدرب على المبارزه بالسيف مع المدرب بتاعه اللي اسمه كلاوس. بيهزقه وبيقول له ان هو طول ما هو مش مركز كده في عمره ما هيكون فارس كامل الاهليه. فبيرد عليه كاسل وبيقول له هو انت مين قالك اصلا ان انا عايز اكون فارس كامل الاهليه؟ انا عايز احمي الناس وبس يا عم انت. فبيرد عليه كلاوس وبيقول له بطل الشعارات الخايبه بتاعتك دي يا ابني، ناس ايه اللي انت عايز تحميها؟ انت لحد دلوقتي لسه مش عارف تهزمني. وبيستغل كلاوس الفرصه وبيهاجمه يوقعه على الارض، بس كايسل بيتشمل مره تانية وبيقوم علشان يحاول يهزمه، بس كالعاده بيفشل وبيتريق عليه المدرب. بيقول له انا دايما هفضل فوقك وعمرك ما هتقدر تهزمني. فبيرد عليه كايسل وبيقول له هو انت علشان ربنا رزقك بشويه طول يعني وانا قصير حبتين؟ انتوا اللي بتعاملوني كده يا جدعان. المهم بيتشمل الكايسل تاني، بس المره دي بيوقعه. كلاوس بيديله واحده وبيقول له وقت اللعب خلص خلاص يا حبيبي، وبيسيبه وبيمشي. بنشوف في الوقت ده زمايل الواد كايسل وهم قاعدين بيتكلموا عن كلاوس وقد ايه هو قوي، هزيمته مش هتكون حاجه سهله ابدا. بعدها بيجي كايسل وفي واد صاحبه كده اسمه فيليك بيهزر معاه بيقول له انت المفروض تكون قوي عشان على الاقل تحمي الغدا بتاعك. بيتضايق كايسل بس بيرجع فيليك يقول له هو انا بعترف بنزاهتك وانك بتعمل كل اللي عليك، بس انت لازم تحسن من لياقتك وتتعلم تقنيات جديده. وبيكمل صاحبهم التاني كلام وبيقول له هو انت كويس كمبتدئ، ومع تدريب كلاوس كل يوم اضمن لك ان انت هتكون اقوى قريب جدا. هو بيدبسه فيليك وبيقول له ان النهارده انت اللي عازمنا على الغدا يا معلم. وهم في طريقهم بيتكلم معاه بيقول له ان النهارده كان يوم ممل جدا. فبيستغرب كايسل ان هو بيقول كده في الدوريه بتاعته وانه مش خايف اي حد يسمعه ولا حاجه. فبيرد عليه فيليك وبيقول له طالما اليوم ممل كده يبقى احنا في حاله سلام، وان محدش هيجي دلوقتي ولا حد هيسمعنا اصلا. وفي الطريق بيقابلوا حد اسمه الف الظلام وبيستغربوا من وجود شخص زي ده في اورفيليا، والف الظلام ده هو اللي قاد المعركه اللي حصلت من قرن فات. بيبص الكاسل وبعدها بيمشي، وكل اهل اورفيليا بيبقوا مرعوبين حرفيا من وجوده. فبيسالوا فرسان الحمايه ليه ما طردوهوش من المدينه، فبيرد الكاسل بكل براءه وبيقول ان هو ما عملش اي حاجه غلط. فبيقول واحد من السكان هو انت عبيط يا ابني، ده الف الظلام، يعني واضح كده ان هو مش جاي علشان خير ابدا. والكل بيكون متفق مع الراي ده وبيفضلوا يهتفوا بيه. فبيهدوهم فيليك وبيقول لهم يهدوا وهو هيبلغ الرؤساء بتوعه بالموضوع ده. هو بيقول للكاسل يسبقوا علشان وقت الاستراحه جه وهو يبقى يحصله بعدين. وبيطمن فيليك السكان ان فرسان الحمايه هيحافظوا دايما على سلام المدينه. بيتمشى كايسل في المدينه وبيقابل الكهنه فراي اللي بتبقى بتشتري اكل من الخباز، وزي ما احنا شايفين كده مزك جامده فورتيكا ابن المحظوظه ده بيروح يقعد معاها وبتساله كايسل عن احواله علشان ما شافتهوش من فتره طويله. فبيقول لها كايسل ما تقلقش وان هو كويس وان كلاوس جنبه بيحاول يخليه يتحسن. فبتفرح فراي ان هو كويس وبتقول انا كنت خايفه انك تاكل اي اكل من الشارع ومعدتك توجعك مره تانية. فبيرد عليها كايسل وبيقول لها انا من امتى انا باكل اي حاجه غريبه؟ فبتقول له يعني انت ما بتاكلش عناكب بجد؟ ايه فيلم ثور الصين العظيم اللي وقعنا فيه ده؟ المهم بتفكروا فراي لما كانوا صغيرين وراحوا مع كلاوس واصطادوا الحشرات لحد غروب الشمس. وبيكمل كايسل كلامها وبيقول لها الوقت يومها عدى بسرعه، بعدها رحنا لدار الايتام سوا. بيفضلوا يتكلموا كلام مفيش من واي 60 لازمه، وبعدها بتقول له فراي ان هو يتدرب بجد. فبيقول لها كايسل بحزن يا ريت منه اي فايده، انا لسه في مستوى المبتدئين وحتى حادثه بسيطه في المدينه انا ما قدرتش امنعها. فبتنصحه ان هو ينهي تدريبه ويبقى صاحي ومركز لكل حاجه بتحصل. فبيقول لها انه حلمه يبقى فارس ويحمي الكل وما يهموش اي حاجه تانية. في الوقت ده بيدخل احد الحراس للملك وبيبلغوا ان هم رصدوا شياطين في الغابه. بيستغرب الملك جدا، بس الحارس بيطمنه ان هم هيبعتوا قوات في اسرع وقت لهناك. فبيقول له الملك ان هم اضعف دلوقتي من القرن اللي فات وانه لازم ياخدوا بالهم كويس وانه بيعتمد عليه في المهمه دي. بيوصل في الوقت ده اللورد موري هام ومعاه الف الظلام. بيخاف الحارس وبيأمر الف الظلام ان هو يسلم سلاحه الاول قبل ما يدخل للمدينه. بيعملوا اجتماع علشان يشوفوا ازاي هيتصرفوا في الموقف ده. وبنعرف ان مر قرن من لما الملك كايل هزم ملك الشياطين في معركه اسمها سهول جلو. بيتكلم واحد من حراس الملك ان هم لحد دلوقتي مش عارفين عدد الشياطين ولازم يتحققوا من الموضوع ده الاول. فبيقترح واحد ان هم يقللوا عدد القوات المرسله علشان عدد التضحيات يكون اقل. وفي نفس الوقت ده بيوصل اللورد موريهام ومعاه الف الظلام. بيتعصب الحراس جدا لانه دخل الف الظلام للقلعه. فبيرد عليهم اللورد موريهام بكل برود ان مفيش اي قانون يمنع الف الظلام من دخول القلعه، وبيقول ان هو يرسل قوات علشان يحقق في عددهم، وعلشان كده جبت لكم الرجاله دول من بلاك ايدج هيساعدوكم. ومجموعه بلاك ايدج دول مجموعه جنود مرتزقه، والقائد بتاعهم اسمه ريخت، والراجل ده بيتقال عنه ان قوته خنفشاريه وحرفيا تعادل 1000 راجل. فبيقول له بيهل باستغراب يا عم ده العداوه بينا مسمعه الجيران، ايه اللي خلاك عايز تيجي تساعدنا كده؟ فبيرد الف الظلام ان هم جنود مرتزقه ومش مهم مين اللي بيستاجرنا. بيكمل بيهل طب انت عايز ايه مقابل مساعدتك لينا؟ فبيقول له الف الظلام ان هم هيدفعوا مكافئتهم بس مش اكثر. بيتكلم اللورد موريهام في الوقت ده وبيقول ان هم واضحين جدا وده
وده يأهلهم ان هم يكونوا جديرين بالثقة. كل الحراس طبعا بيعترضوا علشان ما ينفعش يخلوا حراس غريبة تتولى مسؤولية كبيرة زي دي، وبيضحك اللورد موريهام بكل خباثة وبيوافق على كلامهم وشكله كده ناوي على حاجة كبيرة. بيروحوا كل الحراس ياكلوا بره، وبيقول كلاوس لكايسل ان هو مش هيقدر يدربه الفترة علشان فرقته اختاروها علشان تحقق في عدد الشياطين، وفيليك كمان هيكون معاه هو وحد تاني اسمه جران، وبيشجعه ان هو يكمل تدريبه حتى بعد ما يمشوا علشان يكون معاهم في المهمات اللي جايه. وفي القلعه بنشوف الف الظلام وهو مع شلته الفاسده، وبيسال واحد اسمه تاما هو احنا هنقتل اللي في القلعه دول امتى وناخد حقنا؟ فبيرد عليه الف الظلام وبيقول له فكر بعقلك شويه، احنا لازم نخطط كويس علشان خطواتنا الاولى ولازم ما نستعجلش خالص. احنا تم اضطهادنا من اوروفيليا من 100 سنه واخيرا جت لنا الفرصه للانتقام، وبيتفقوا ان لحد ما يقدروا يعملوا كده لازم يمثلوا ان هم اشخاص مسالمين خالص. في الوقت ده بنشوف الفريق وهو بيتحرك في طريقه للغابه، وبيكونوا مستغربين لانهم مش شايفين اي شياطين في طريقهم. فجاه بيقف كلاوس وبيقول لهم يستعدوا علشان في حاجه غريبه بتحصل. بيقرروا يخرجوا من الغابه، ولكن فجاه بيهجم عليهم عدد كبير جدا من الشياطين. بيهاجمهم فيليج وبيقول لصاحبه جران انه هيروح للقلعه علشان يقدم التقرير ليهم ويستعدوا للقتال. فعلا بيوصل جران للقلعه وبيبلغ القوات ان الشياطين في غابه الملك. القوات اتصدمت والعدد كبير جدا ومش معروف. بعدها بيقع جران على الارض من كتر التعب وبياخدوه للرعايه الصحيه. وبنروح للملك اللي بيقول ان في احتمال نواجه ملك الشياطين زي ما حصل من 100 سنه فاتوا. وهنا بتبدا لعبه موريهام، بيقول لهم انت لازم تستخدموا القوه البشريه بلاك ايدج. بيفضل الحراس رافضين كلامه، بس موريهام بيقول لهم ان ما ينفعش يضيعوا الوقت في الخلافات دي، والشياطين عددهم غير معروف وده بيشكل تهديد للدوله كلها. ولما بيعرف كايسل ان جران هو اللي رجع لوحده بيتصدم وبيقرر يروح يدور على كلاوس. فراي بتوقفه بتقول له اللي انت بتعمله ده مجرد تهور، انت لسه فارس مبتدئ ومش في ايدك اي حاجه. بس كايسل مش بيهتم باي حاجه وبيقول لها ان هو مش عايز اي حد هو بيهتم بيه يموت مره تانية. هو من الواضح ان في سر كبير هنعرفه بعدين. المهم فراي بتصر ان هي تروح معاه علشان مهاراتها ككاهنه هتفيده، وكمان كلاوس طلب منها ان هي تعتني بيه، وبالفعل بتروح معاه. وفي نص الغابه بتتصدم من منظر الجنود وهم مرميين على الارض ومن ضمنهم صاحبه فيليج. بعدها بيلاقي الدرع بتاع كلاوس بس بيطلع مش هو، فبيقرر انه يروح يدور عليه بنفسه. وفجاه بيهجم عليهم شيطان ضخم. بيفتكر احد ذكرياته الست بتنزف، وفي الوقت ده بيطلب من فراي ان هي تهرب هي، لكن الشياطين بيكونوا محاصرينها من كل ناحيه. في الوقت ده بتظهر الملكه بتاعتهم وبتوجه لكايسل ضربه قويه جدا بتصيبه بيها في وشه. بتحاول فراي انها تدافع عنه بس بيتدخل الف الظلام، وده بيضايق الملكه لانها كانت ناويه تخلص عليهم هما الاثنين. بتتبارز معاه بالسيف وبيبقى كايسل مبهور من امكانياته. بس فجاه بتهرب الملكه بسرعه علشان سمعت ان عدد كبير من الحراس جاي. بيسال ريخه الحراس مين دي، فبيقولوا ان هي شيطانه ولكن مش عاديه. هو بيعرفوا كايسل عن نفسه ان هو فارس من اوروفيليا وبيشكره على انقاذهم. فبيرد عليه ريخه ان هما كانوا في مهمه لقتل الشياطين، وبيعرفوا ان هما مرتزقه لكن بيعملوا حساب لاوروفيليا. وبيسالوا ريخه هو انتوا بتعملوا ايه هنا، انتوا شكلكم من قوات الاستطلاع. فبيقول له كايسل ان هما جم هنا علشان يطمنوا على اصدقائهم. فبيضحك ريخه على كلامه وبيقول له ان كل الجنود ماتوا علشان كده احنا اتدخلنا علشان ننقذ الموقف. مش بيصدق كايسل كلامه، بيقول ان اكيد في ناجيين، بس للاسف كل الجنود بيبقوا مرميين على الارض ومحدش فيهم نجا. بتعالج فراي الجرح بتاعه وبتشفيه، فبيشكرها بطلنا وبيلوم نفسه علشان هو كان جاي ينقذ كلاوس. هو ما قدرش حتى انه يقضي على شيطان واحد، وبكده هو فعلا مش هيقدر يحمي اي حد زي ما كلاوس قال له. بعدها بيظهر الاثنين دول وبتعرف البنت دي عن نفسها وان اسمها كلو انها ساحره، وده هو صديقها رودي. فبتقول لها فراي ايوه يعني عايزين ايه؟ فبتقول لها كلو ان هم كانوا بيدوروا عليهم وبتناديهم باساميهم. فبيستغرب كايسل وبيسالها هو انت تعرفينا منين؟ فبتقول له كلو ان ده مش مهم دلوقتي، وان هي عايزه تاخدهم لمكان معين، وفعلا بيروحوا معاها لمكان شبه النهر كده. بيوقفوا بيوضح لهم رودي ان كان في شخص طالب مساعدتهم وقال لنا ان انتم متوجهين ناحيه غابه الملك، وطلب مننا اننا نجيبكم لهنا، واسم الشخص ده هو دومينيكس. ده مين ده كمان؟ فبيستغربوا هما الاثنين لان الساحر ده موجود في قلعه الحكيم وكان بيزورهم باستمرار في ملجأ الايتام. وفراي بتسال يا ترى عايز مننا ايه؟ فبيقول لها رودي ان دومينيكس هو اللي هيبلغهم بكل التفاصيل. بعدها بتعمل كلو هاله سحر كبيره وبتاخدهم معاها فوق السماء لقلعه الحكيم. بتستغرب فراي لان المختارين بس هم اللي يقدروا يطلعوا للقلعه دي، بس كلو في الوقت ده بتصدمها وبتقول لها انتوا فعلا من المختارين. بيوصلوا للقلعه وكلو بتقول ان معظم الناس اللي هنا يا اما سحره او طلاب بيتعلموا على ايد الحكيم. وبتسالها فراي هو الحكيم ده شكله عامل ازاي؟ فبترد عليها كلو بتقول لها ان هو وحش بمعنى الكلمه، وعلى الرغم ان هو المفروض يبقى كبير في السن بس شكله شباب على طول لانه بيستخدم قوته السحريه في تجديد شبابه. بس بيسكتها رودي وبيقول لها سد بويك بقى شويه الله يخرب بيتك، لو حد سمعنا هنروح في داهيه. وبعدها بيفتحوا الباب وبنشوف دومينيكس وهو قاعد على الكرسي بكل فخامه وبيقوم يستقبلهم. بتقول له فراي ان مر وقت طويل جدا من لما كانوا في دار الايتام. هو بيساله بطلنا كايسل انت ليه جبتنا هنا؟ فبيقول لهم دومينيكس ان في شخص عايزهم يشوفوه، وبيطلع كلاوس وبيقول دومينيكس ان هو مصاب بجراح خطيره بس مش هيموت يعني هو عايش شويه
شويه وقت وهيبقى زي الفل. وبيقول رودي ان هم اللي رصدوا تحركات الشياطين علشان كده راحوا يساعدوهم هو وكلو، بس للاسف كان كلاوس الناجي الوحيد اللي هناك. فبتسال رودي دومينيكس هو انت كنت عارف ان احنا هنيجي هنا؟ فبيرد عليها بيقول لها ايوه لاني كنت براقبكم من مكاني ده. بيتكلم كلاوس وبيقول له احكي لي اللي حصل. فبيرد عليه كلاوس وبيقول له ان الموضوع كان خطير والشياطين ظهرت من العدم وحصرتنا كلنا وما قدرناش نهرب حتى. وبيكمل كاسل كلامه وبيقول ان في فرقه مرتزقه ارسلتها اوروفيليا وقضت على كل الشياطين وهربت ملكه الشياطين من المكان. فبيستغرب رودي وكلو وبيسالهم كان شكلهم عامل ازاي. فكايسل بيقول لهم انا كل اللي قابلته كان شيطان على شكل هيكل عظمي. فبيفهموا كايسل ان الساحره اللي هجمتهم دي ملهاش اي علاقه بالشياطين اللي هجمت قوه الاستطلاع. فبيفكر دومينيكس شويه وبيطلب من كايسل ان هو يروح يستريح علشان اكيد تعبان، وبيقول لهم ان هم لازم يفضلوا هنا فتره، وبيطلب من كلو ورودي ان هم يعتنوا بيهم. بتوصلها كلو للاوضه وبتقول لها ان هم ظروفهم متشابهه علشان هي كمان كانت في ملجأ الايتام ودومينيكس هو اللي انقذها، وان هي بتحب الحياه في قلعه الحكيم علشان طول الوقت بتتعلم حاجات مختلفه وبتتمرن علشان تكون ساحره. في الوقت ده بتشوف كاسل وهو قاعد تحت في الجنينه، بتنزل تقعد معاه وبيقول لها كاسل ان هو لو كان قوي كان زمانه بيقاتل مع كلاوس دلوقتي. وبيقول لها ان زمان لما الشياطين هجمت قريته امه ماتت وهي بتدافع عنه، علشان كده مش عايز يخسر اي حد تاني عزيز عليه ولازم يبقى قادر يحمل اللي حواليه، علشان كده هو قرر يبقى اقوى. وتاني يوم في القلعه بنعرف ان فرقه بلاك ايدج رجعت وقضوا على الشياطين وبيوريهم مرهام راس الشيطان. وبيكمل مرهام كلامه للحارس ان هم لو استخدموا فرقه بلاك ايدج مفيش داعي ان هم يخافوا من الشياطين بعد كده، بس طبعا الحراس بيعترضوا مره تانيه لان بلاك ايدج من نسل الشياطين اساسا. بيحاول مرهام يقنعهم انه عادي لان علشان تكسب المعركه لازم كل الاعراق تشتغل مع بعض، زي ما عمل الملك كايل من 100 سنه فاتوا لما تحالف الالف والاورك علشان يهزموا ملك الظلام. فبيشكروا الحارس على مجهوداته وبيطلب منه ان هو يتخلص من راس الشيطان دي علشان محدش من اللي موجودين يشوفها وتبقى مشكله. بعد كده بيقعد مريهام مع الف الظلام وهو مبسوط جدا ان الحراس بداوا يثقوا فيهم مره تانيه، وبيحكي له ان هم لما شافوا راس الشيطان كانوا هينهاروا من الخوف وقتها، وان المستشار به المخلص للملك بس ما يقدرش يعمل اي حاجه، وبيوعده ان هو هيكون من النبلاء لما يقضوا على حراس القلعه. وتاني يوم كلاوس بيبقى ماشي وبيقول للكايسل ان هو يرجع لاوريفيليا في اسرع وقت، وبتطلب منه فراي انه يرتاح، بس كلاوس مش بيوافق وبيتعهد ان هو هيضحي بحياته علشان يدافع عن اوريفيليا. في الوقت ده بتيجي كلو بتقطعهم وبتقول لهم ان دومينيكس عايزكم في حاجه مهمه. ولما بنروح عند دومينيكس بيوجه الكلام لكايسل وبيساله اذا كانت والدتك قالت لك على ابوك قبل كده، فبيرد كايسل بلا. فبيكمل دومينيكس عامه انا قلت لها ما تقولكش لحد الوقت المناسب. وهنا بيفجر دومينيكس المفاجاه، بيقول له دومينيكس ان انت ابن الملك كايل اللي قتل ضد ملك الظلام من 100 سنه، وانا واثق انك هتقدر تشيل السيف بتاعه دلوقتي. فبيندهش كايسل وبيقول له هو انت بتقول لي ايه يا عم؟ انت عايز تفهمني ان انا ابن الملك كايل وكنت عايش انا امي في القريه الخربانه دي؟ في الوقت ده بنشوف تاما وهو جايب اكل لاصحابه وكل واحد فيهم قاعد ياكل وبيدردشوا شويه مع بعض. بيقولوا ان ايليا هي السبب في اضطهاد الف الظلام، وبنعرف ان ممنوع يذكر اسم ايليا في القلعه علشان ريخت بيتعصب لما بيسمع اسمها. بنرجع مره تانية لقلعه الحكيم وبيشرح دومينيكس الكايسل ان هجوم الشياطين حصل لما كان كايل لسه امير. هو بنروح فلاش باك سريع كده يا صاحبي وبنشوف ايليا وهي بتدرب كايل، وبيظهر دومينيكس وبيدربهم هما الاثنين وبيقول لهم ان هما تدريبهم كويس، وبتلوموا ايليا ان هو راح للمدينه مره تانية، بس كايل بيبقى مصر ان هو يشوف حال الشعب وسلوكه علشان يحكم بالعدل، وعلاقته بايليا كانت كويسه جدا. بتستغرب فراي في الوقت ده ان والد كايسل كان على قيد الحياه من 100 سنه فاتوا. هو بيكمل دومينيكس كلامه وبيقول ان لما الملك عرف بالكلام ده اجبروا الامير كايل على الانفصال عن ايليا علشان كانوا عايزينه يتجوز جواز سياسي. المأساة ما وقفتش لحد هنا، وبعدها ظهرت الشياطين وهجمت ودمرت كل المدن والقرى. الملك كايل قاد الجيش وهزم الشياطين اكتر من مره، بس بعدها للاسف الملك ميدان واللي هو والد كايل مات فجأة وماسك كايل العرش مكانه، وتعهد انه يقضي على الشياطين لحد اخر واحد فيهم. وتحالف الملك كايل مع الاورك والالف علشان يحط خطه يهزموهم بيها، بس للاسف اعداد الشياطين بدات في التزايد. اتصاب الملك كايل في معركه من المعارك ولقى البنت دي واللي بيكون اسمها ايريتلو، وكانت وقتها موجوده في احد الملاجئ. ولما كانت حامل فيها كايسل وعرف كايل فرح جدا، وبعدها ملك سحر النور ادى لكايل سيف مقدس، وعرف ان القمر لما يكون احمر هيظهر له ملك الشياطين مره تانية وهيهاجمهم. وطلب الملك كايل من كل الجنود ان هم يستعدوا. في الوقت ده قررت ايليا ان هي تدرس تقنيات السحر من غير ما تفكر الموضوع ده هيوصلها لايه. هو بيكمل كايسل على كلام دومينيكس وبيقول له ان دراستها للسحر وصلتها للمحاكمه بعد كده علشان كانت بتحاول تعمل سيف مقدس صح. فبيقول له دومينيكس ايوه، وسكان اوريفيليا اعتبروا ان الموضوع ده تحدي ليهم. فبتساله فراي طب
اللي هي حاولت تعمل نسخه من السيف. فبيرد دومينيكس عليها وبيقول لها ان هي كانت بتحاول تساعد الملك مش اكتر علشان توفي بوعدها ليه. وبيكمل دومينيكس كلامه وبيقول تعرفوا النجمه الحمراء اللي بتتقاطع مع القمر وبتخليه يتوهج اكتر؟ في نفس اليوم ده من 100 سنه في سحر من مملكه جراي اسمه مولدك استعمل سحر محظور علشان يفتح فجوه بعديه واللي استدعى منها ملك الظلام. وقتها قرر كايل بمساعده جيشه ان هم يهزموا ملك الشياطين. في الاوقات دي كانت إيليا كملت البحث بتاعها وراحت ورا الملك كايل بس ماتت في طريقها على ايد الشياطين وما قدرتش تقابله تماما. وبعد معركه الملك كايل ضد ملك الشياطين اختفوا الاثنين وما تبقاش غير السيف. بعدها بدات تحركات الشياطين تتراجع والسلام عم مره تانية. بس مولدك هرب ومحدش كان عارف ملك الشياطين راح فين هو كمان. وبعد المعركه اصحاب كايسل حطوا الختم المقدس في مكان بعيد. كل واحد فيهم كان معاه مفتاح لكسر ختم القفل علشان يضمنوا استمرار الختم وكمان علشان لو رجع ملك الظلام مره تانية. وحكموا على كل الف الظلام واللي من ضمنهم إيليا ان الناس تصطادهم. بعدها بيطلب بطلنا من دومينيكس ان هو يحكي له عن والدته. فبيقول له دومينيكس ان بعد موت الملك تعبت جدا ودخلناها في سبات لمده 100 سنه. دخلناها سبات ل 100 سنه وانت لسه في بطنها. ولما فاقت الشياطين هاجموا القريه وقتلوها بعد كده. علشان كده احنا بعتناك لملجأ الايتام. ودلوقتي النجمه الحمراء هتتقاطع مع القمر وفي احتمال عوده ملك الظلام مره تانية. فبيرد عليه كاسل وبيقول له انا مش مصدق لحد دلوقتي ان هو ابن الملك بس اللي يعرفه ان هو طالما معاه السيف فهيقدر يحمي الكل. فبيقول له دومينيكس علشان تاخد السيف ده فانت لازم تكسر الختم الاول ولازم تقابل لورين حاكمه غابه الدوره. هو بيكمل ان هو عايز يروح معاه بس للاسف ما يقدرش يسيب قلعه الحكيم. بعد كده بينادي على كلو ورودي اللي بيكونوا متوترين جدا وبيأمرهم دومينيكس ان هم يروحوا مع كايسل علشان يحموه. بعدها بيروح بطلنا يودع كلاوس وبيعرفه ان هو ابن الملك كايل وانه لازم يروح علشان يكتشف الحقيقه بنفسه. بتعمل كلو الهاله السحريه مره تانية وبيوصلوا للغابه. بعدها هم بيتمشوا في الغابه بتقول لهم كلو ان هي كانت فاكره ان هم هيروحوا اماكن اكتر من كده مش هيروحوا الغابه بس. فبتقول لها فراي ان غابه الدوره مكان مميز جدا ومش كل الاشخاص بيعرفوا يدخلوها. وفجاه بيظهر شياطين وبيترمي عليهم سيف وهم ماشيين بس رودي بيتصرف وبيلحق كلو. بيظهر عدد كبير من الشياطين وبيقدر يخلص عليهم. ودي مش نهايه الموضوع لا، بيظهر عدد اكبر من الشياطين والبنت دي بتخلص عليهم في غمضه عين حرفيا. بيروح كايسل علشان يشكرها على انقاذهم بس البنت بتقول له ان هي كانت مستنياهم. بتدل على الطريق وبيظهر لهم شجره متحركه ضخمه وبنعرف ان دي واحده من ارواح الغابه. وبيطلب كايسل منها تعرف عن نفسها وده لانها طلبت ان هم يمشوا وراها من غير حتى ما تقول لهم اسمها ايه. فبتعرفهم البنت دي عن نفسها وبيطلع اسمها هو سيلينا. هو لورين هي اللي طلبت منها انها تجيب كايسل ليها. بيسمعوا الصوت في الغابه وبيطلب منهم يخرجوا من هنا بسرعه وما يرجعوش تاني علشان هم بشر. فبتقول لهم سيلينا ان الغابه دي اصلا للجان فطبيعي وجودكم يكون مش مرحب بيه. فبيقول لها كايسل ان ده طبيعي وان احنا مهمتنا ان احنا نروح للورين وبس. بس فجاه بتختفي سيلينا من قدامهم. الله هو احنا فينا من كده؟ بيقرروا يلحقوها بسرعه بس بيوصلوا لطريق مسدود. وبتقول لهم كلو انت عارفين ايه الاسم التاني للغابه دي؟ الاسم التاني هو غابه التائهين وسميت بالاسم ده لان الجان بيخدعوا المسافرين علشان يضلوا طريقهم. بعد كده بنشوف سيلينا ماشيه وبتلاحظ ان كاسل والباقيين مش وراها فبتأمر الغابه ان هي تفتح لهم الطريق بس الغابه بترفض وبتقول لها كده الغابه في امان اكتر. فبترد عليها سيلينا وبتقول لها انا عارفه ان انت مش عايزه تحط ثقتك في البشر وانا كمان كده بس لورين هي اللي عايزه الامر ده. في الوقت ده بنشوف كلو هي زعلانه علشان الطريق مسدود وبتهدد الغابه وبتقول لها انت عارفه لو ما فتحتيش الطريق دلوقتي انا هولع فيكي حته حته. رودي بتقول لها اسكتي يا بنتي المجنونه ما تجيبلناش مشاكل اكتر من كده. بس بعد كده بتجيب ورا بتقول انا كنت بهزر يا عم. وبعد كده بيظهر لهم روح شجره صغيره بتدلهم على الطريق بس كلو بتحذرهم ان الجان بيخلوا البشر يضلوا طريقهم. فكاسل بيقول لهم احنا ما ينفعش نفضل هنا اكتر من كده واحنا تايهين كده وما فيش قدامنا حل تاني غير اننا نمشي وراه ونشوف هيوصلنا لفين. بيفضلوا ماشيين لحد ما بيروحوا عند سيلينا وروح الشجره دي بتروح تحضن سيلينا وبنعرف ان اسمها نيتشا. بتفضل كلو تلعب معاه ولكن بتحذرها سيلينا انها لو عملت فيه حاجه هتتعاقب على طول. وبعدها بيوصلوا للمكان ده وبيقرروا يستريحوا النهارده ويكملوا بكره في طريقهم. بيجيب لهم رودي اكل من الغابه بس بتقول كلو ان اكيد الاكل ده مسموم بس سيلينا بتشاور لهم على الاكل اللي ينفع يتاكل منه وبتقول لهم انتوا ليكوا حريه انكم تثقوا فيا او لا. ولكن كلو بترفض انها تاكل بس الولا كايسل ابن المفجوعه اول لما بيشوف الاكل بيفضل ياكل على طول من غير اي تفكير. وبعدها بيتدرب مع نيتشا على المبارزه وبيقعد يستريح شويه. بتقول له سنين ان نيتشا حبه جدا وتقريبا كده هو شاف فيك حاجه مختلفه وبتساله انت مين. فبيقول لها كايسل ان هو مجرد شاب عادي عايز يحمي الناس المقربين منه لكن المشكله ان هو بيفتقد للقوه اللازمه علشان ده وعلشان كده هو عايز يقابل لورين وياخد القوه بتاعتها.
بتاعتها. بتتاثر سيلينا بكلامه بس مش بتبين، وبتقول له ان هي هتروح تراقب الطريق. بعد كده بيقعدوا في الغابه وبيولعوا نار وبيفضلوا يدردشوا مع بعض. بتقول كولو ان كايسل اتولد علشان يبارز ويحمل السيف المقدس، بس المشكله ان السيف المقدس ما ظهرش غير مره واحده بس في فتره حكم الملك كايل. فبيوافقها رودي في كلامها وبيقول لها ان لو فعلا كاسل ابن الملك فهو اتولد علشان يمسك الحكم ويكمل مسيره ابوه. بيتكلموا عن قوه السيف المقدس، وبتقول لهم فراي ان اللي اتعلمته في الكنيسه بيقول ان السيف المقدس بيمنح صاحبه قوه كبيره جدا يهزم بيها السيد الظلام. وبرغم ان كاسل شخص عادي بس هم لازم يكونوا متوقعين الأسوأ، وهو عوده ملك الظلام مره تانية، ويكون هدفهم الاول والاخير هي مساعده كاسل في انه ياخد السيف المقدس. بنشوف سيلينا وهي واقفه في الغابه لوحدها وبتقول ان البشر دول مخلوقات شريره، بس بالنسبه لكايسل فهو شخص مختلف عنهم. وفجاه بتلاقي طيور غريبه فبتروح تطمن ان الكل بخير. بيسمعوا صوت غريب جدا فبيفضلوا يجروا والشجر عمال يقع عليهم، وفجاه بيظهر الشيطان قدامهم. بتضربه سيلينا بالاسهم بتاعتها بس الشيطان بيخطف نيتشا. بيجري كايسل عليه علشان يهاجمه بس بيوقع الشيطان على الارض. بيروح يحاربه مره تانية بس بيمسكوا الشيطان هو كمان. بيقدروا يسيبوا الشيطان في دراعه وبيقع كايسل على الارض، بس للاسف نيتشا بيموت فبيتعصب كايسل جدا وبيروح يخلص على الشيطان وهو في قمه غضبه. مش بيقدر يوقف نفسه، بيفضل يضرب في الشيطان اكتر من مره وهو منهار على نيتشا ومش قادر يصدق اللي حصل. سيلينا في الوقت ده بتحتضن نيتشا بكل حزن وبتقول له انت عملت اللي عليك يا صاحبي. وفجاه بتبص بتلاقي لورين وراها. بتشكرهم لورين ان هم انقذوا الغابه من الوحش ده، فبيقول لها كايسل بكل حزن ما تشكرنيش انا ما قدرتش احمي نيتشا حتى. فبتبتسم لورين وبتقول له ان الحياه دي عباره عن دوره وهو هيرجع للارض وينمو من جديد، وبكده الذريه بتاعته هتستمر. وبتقول للكايسل هو انا مش هقدر اكسر الختم ده دلوقتي الا لما اتاكد ان انت تستحق القوه فعلا، لان السيف المقدس ده قوي لدرجه انه يقدر يهزم ملك الظلام وكمان يقدر يدمر روحك وجسدك. فبيقول لها كايسل مش مهم اي حاجه تحصل لي هنا، انا محتاج القوه دي علشان احمي الناس المقربين مني. فبترد لورين وبتقول له انا فاهمه شعورك ده بس مش هقدر اعمل لك اي حاجه دلوقتي، الوقت اتاخر خلونا نتكلم بكره. بس كلو بتقول لها ان هي عايزه تدفن اللعبه بتاعت نيتشا في مكانه المفضل. بتساعدها لورين وبعد كده بيدخلوا البيت علشان يستريحوا، وبتبقى كلو متضايقه جدا علشان لورين ما كسرتش الختم. فبتضحك فراي وبتقول لها ان هي اكيد عندها امور تانية هتفكر فيها الاول. وبنشوف لورين بقى وهي مع سيلينا وبتسالها عن شخصيه كاسل وانه لو كان فعلا يستحق قوه السيف المقدس ولا لا. فبتقول لها سيلينا انا في الحقيقه مش عارفه. فبتطلب منها لورين ان هي تفكر بالراحه وبهدوء وبعد كده تبقى ترد عليها. بتروح سيلينا الغابه الوحيده وبتسترجع كل الذكريات اللي قضتها مع كاسل وبتقول ان هو شخص الغضب بيعميه واكيد نهايته هتكون الهلاك. طب ليه كده يا وليه؟ وفجاه بتشوف كاسل قدامها وهو بيتاسف لنيتشا ان هو ما قدرش يحميه. بيقول له صح انا هزمت الشيطان بس ده كان مجرد حظ مش اكتر، انا ما قدرتش احمي حتى اعز الناس ليا. وفجاه الزرعه بتطلع مره تانية وبيستغرب كاسل من اللي حصل. فبتشوف سيلينا وبتقول له ان ده برعه من التيرنت، وبكده هو بيرجع للحياه مره اخرى. تاني يوم بتستدعيهم لورين وبتسال سيلينا عن رايها. فبتقول لها سيلينا ان هي كانت فاكره ان البشر دول كائنات مدمره، بس لحد دلوقتي كاسل واصحابه هم اللي انقذوهم. وما قالتش كده امبارح لان كاسل لما نيتشا مات فقد صوابه وبدا يضرب كل حاجه حواليه، بس برغم كده كان عنده عزيمه واصرار ان هو يحصل على القوه، هو ان كاسل بالفعل يستحق انه يكون وريث العرش وده استنتاجها هي. فبتسال لورين كاسل لو كان حابب يتراجع بس بطلنا بيصر على موقفه. وبتشوف لورين في الوقت ده انه بالفعل شبه والده كايل. بيقف اصدقاء كاسل معاه وبيقول انه زمان حرب الاورك والبشر وما كانش في اي اختلاف بينهم، وبتقرر ان هي تكسر الختم اللي على السيف المقدس وبالفعل بتكسره. بتجري عليه كلو وبتساله اذا كان حاسس بالقوه جواه. فبيقول لها كاسل انا مش حاسس باي حاجه. فبترد عليها لورين وبتقول ان هو قريب هيحس بالقوه في جسمه. بتفرح كلو ان هم اتخلصوا من اول ختم. فبتكمل لورين وبتقول ان في ختمين كمان، واحد مع قائد الاورج واللي اسمه اوتولاو في جبل اوغر، والتاني مع شخص اسمه بافل في جبل اسمه نودا لانج التلجي. فجاه بيسمعوا صوت حواليهم وبيطلع ان الشيطانه اللي كاسل هزمها لسه عايشه لحد دلوقتي علشان كانت سايبه بذره منها جوه الارض. بتقرر سيلينا ان هي تنتقم وبتجهز القوس بتاعها، بس لورين بتقول لها تتراجع وتراقب اللي هيحصل. بيهجم بطلنا كاسل على الشيطانه في الوقت ده وبيخلص عليها من ضربه واحده بس. بتقرب سيلينا من كاسل وبتقول له ان هي مش بتثق في البشر بس بتثق فيه هو واصحابه. بيشكرها بطلنا على ثقتها دي وبيجهز علشان يكسروا باقي الاختام. وبتقول لورين لسيلينا مش كان من الافضل انك تروحي معاهم؟ فبترد سيلينا عليها انها هتفضل هنا علشان تحمي الغابه. بتنزل في الوقت ده ريشه على الارض وبيظهر منها مرأة شيطانه كده بتوجه لكايسل ضربه بيصدها وبيسالها انت عايزه ايه؟ فبتقول له ان هي عايزه تعرف قوته وبتفهم من تحركاته ان هو معاه السيف المقدس. هو بتستغرب لان كايل الوحيد اللي كان معاه القوه دي قبل كده. فبترد عليها كلو بتقول لها ان كاسل هو ابن الملك كايل. فبتقول لها الشيطانه دي ان السيف ده لعنه وبتوجه عليهم رياح شديده جدا، ولما بتخلص
خلاص الشيطانه دي بتختفي. خلينا نقف هنا شويه بقى اقول لكم على حاجه. دلوقتي احنا عملنا قناه تليجرام وفي هناك كوميونتي محتاجك بصراحه، تقدر بقى تشارك اصحابك اللي هناك اهتماماتك بالانميات اللي انت ممكن تتابعها، وانا اقترح عليكم انميات ونتكلم سوا ويبقى التواصل ما بيننا اسهل. هتلاقوني سايب لك الرابط بتاع القناه دي في اول كومنت اللي هو الكومنت المثبت يعني، يا ريت تروح تشترك فيها علشان ده شيء هيفرحني. وسايب لكم سؤال هناك يا ريت تجاوبوا عليه. ويلا بينا نكمل باقي الحكايه. بيكملوا الابطال بتوعنا ناحيه جبل اورغو وبينزلوا للمدينه دي، وكانت كلو متحمسه جدا علشان المدينه دي فيها اكل كتير طعمه حلو، مش بتضيع وقت وبتاخد كل فلوس فراي وبتشتري اكل كتير جدا، وبتقترح كلو عليهم ان هم ينزلوا اماكن تانية بس بيرفضوا. فبتفضل تحكي لهم قصص طويله عن نجاه المدينه دي من الحرب علشان صداقتهم كانت قويه جدا. وبيقترح عليهم رودي ان هم يدوروا على فندق يرتاحوا فيه وبعد كده يبقى يكملوا في طريقهم. وبعد الحاح كبير من كلو بيقرروا ان هم ينزلوا كل الاماكن السياحيه اللي كانت كلو عايزه تروحها، وفي الاخر ما بيتمقاش معاهم ولا مليم. علشان كده كلو وش المصايب اقترحت عليهم ان هم يلاقوا طريقه يكسبوا بيها فلوس، ولقيت لهم وظيفه في فندق وخدوا فلوس وكمان اوضه مجانيه مقابل الخدمه بتاعتهم في الفندق. بيروح بعدها يقطع شويه خشب وبيفتكر كلام المراه الشيطانيه دي، وبيفضل يسال نفسه اذا كانت قوه السيف دي لعنه فعلا. اما كلو بقى فبتتفلحس وبتستخدم سحرها في الفندق، وبدل ما تنظفه فبتولع فيه تماما. البت دي عندها مواهب كتير جدا ومحدش مقدرها، وانتهى بيها الموضوع ان هي بقت في الشارع، وبتفضل كلو زعلانه علشان اللي حصل بسببها ده. بتروح فراي بعد كده تطمن عليها وبتلاقيها بتستريح شويه، فبتقول لها كلو ان هي كانت بتتمنى يكون ليها اخت كبيره زيها، وبتوضح لها كلو ان والدتها ماتت لما كانت صغيره، وعلى الرغم ان هي مش فاكره والدتها بس فاكره المقوله اللي كانت دايما بتقولها لها، وهي ان القوه العظيمه بيجي معاها حزن شديد، وان هي على طول بتسال نفسها عن معنى المقوله دي. فبتقول لها فراي ان هي تقدر تفهم قصد والدتها لو مارست السحر اكتر، وبتنام كلو بعد كده. وتاني يوم بتصحى فراي ومش بتلاقي رودي، لكن بتلاقي ملحوظه مكتوب فيها ان هو راح علشان يكسب لهم شويه فلوس. بتقعد فراي مع كاسل يتكلموا شويه، وبعدها بتيجي كلو بتقول لهم ان هي لقيت لهم شغل في مطعم قريب من هنا، وبيقابلوا الست دي واللي اسمها وولف، واللي بتدي كل واحد فيهم شغل اصعب من التاني، وخصوصا كلو علشان قدراتها السحريه. وبعد ما بيخلصوا شغل بتقدم لهم وولف العشاء، وبينبهروا كلهم بطعم الاكل بتاعها. فبتقول لهم وولف ان هي ما طبختش من فتره طويله بسبب كبر سنها، وكمان هي بتطبخ ببطء علشان كده ما فيش زباين كتير بتيجي المطعم. بتبقى كلو عايزه تساعدها عن طريق سحر اللهب، بس وولف بتحذرهم ان هم يستخدموا السحر في المدينه دي علشان كان في حرب كبيره جدا في المنطقه ما بين البشر والشياطين، ومات فيها عدد كبير من الناس بسبب لهب الشياطين. بس كلو كالعاده بتعارضها وبتقول لها ان السحر مش بيستخدم بس في اذيه الناس، لا كمان بيستخدم في انقاذهم. فبتقول لها وولف ان كان في ساحره بتحاول تحمي شعبها اثناء الحرب، بس ده عمل مأساة كبيره. بتعيط وولف وبتلاحظ كلو دموعها، وبعد فتره بتروح كلو للقبور وبتسال والدتها اذا كان ده الحزن الكبير اللي تقصده. وبعد كده ظهر عدد كبير من الشياطين، ولاحظت كلو ان في بعض الشياطين واقفين قدام باب المطعم. بيطلب كاسل من كلو ان هي تحمي وولف، وهو هيحارب الشياطين دول واحد واحد. وبتقول فراي للسيده وولف ان هي تهرب عن طريق الباب الخلفي، وهي هتغطي الجزء الامامي علشان ما حدش يشوفها. بالفعل بتهرب السيده وولف بسرعه من غير ما اي حد يلاحظها، وبيستمر بطلنا في القضاء على الشياطين. بتنضم ليه كلو اللي بتقدر تقضي على عدد كبير من الشياطين، ولما بتلاقي وولف ان عدد الشياطين كبر فبتخاف على كلو جدا وبترمي حجر على الشياطين علشان تشتتهم. بس الحركه دي للاسف بتكشف المكان اللي هي مستخبيه فيه. بيروح احد الشياطين علشان يقضي عليها، وبتفكر كلو ان هي تستخدم سحرها، بس بتفتكر كلمات وولف عن المأساة. بتتراجع في كلامها وبتفضل كلو تحارب في الشيطان ده بكل قوتها، بس بتكون مش قادره تتغلب عليه. فبتنصحها وولف ان هي تستخدم السحر بتاعها لان الحاضر اهم بكتير من الماضي. بتهاجمها الشياطين مره تانية، بس فراي بتحاول تحميها بالدرع الخاص بيها. وفي الوقت ده بتعمل كلو تعويذه سحريه بكرات اللهب بتقضي على كل الشياطين مره واحده. بعد كده بتعتذر كلو لولف، بس وولف بتقول لها ان مفيش مشكله وان هي عملت الصح علشان كانت حياتها وحياه اصحابها في خطر. فبتتاثر كلو وبتجري عليها وبتحضنها. بعد كده بيوصل رودي للمكان وبتهزقه كلو علشان اتاخر عليهم وخرج من غير ما يقول اي حاجه لاي حد. وبتقول له كلو على الشياطين اللي هي قتلتهم وهي في قمه الحماس، وكمان بتوري له الفلوس اللي كسبوها من شغلهم في المطعم، وبتاخد منها فراي الفلوس وبتعرض على رودي ان هو يكون امين الصندوق الجديد، يعني الشخص اللي بيصرف عليهم من الاخر. وتاني يوم بيغادروا المكان وبيودعوا السيده وولف، وبتبقى كلو فاهمه دلوقتي ازاي تكون ساحره حقيقيه. وفي وقت تاني بنشوف الف الظلام وهم بيستعرضوا مهاراتهم على شويه شياطين، وبينهي ريخت القتال بعد ما قضى على اخر شيطان فيهم. بعد كده بيروح ريخت يبلغ مريهام ان المهمه نجحت، فبيقول له مريهام ان عايز بيهل يشوفه قبل ما يكشف عن اي خطط، لان المملكه بتعمل عمليات رسميه علشان تطرد الشياطين، وان هم هيدوا له فرصه يعرض مهاراتهم مره تانية. بنشوف كلو وهي واقفه مع اصحابها وبتشاور لهم على السماء، وبتقول لهم ان الحرب خلاص اقتربت، علشان يوم ما كان الملك كايل بيحارب ملك الظلام كانت السماء نفس الشكل كده، وكان القمر بيتقاطع مع النجمه الحمراء في السماء. وفي المملكه بيبقوا قلقانين جدا، وخصوصا البت دي واللي اسمها سكارلايت، علشان في معلومات بتقول ان ملك الظلام هيظهر قريب. وبيقولوا لسكارلايت ان الفرسان هيدافعوا عن المملكه، وانهم مش هيسمحوا ابدا للشياطين يدوسوا على اوروفيليا. ولما بتكون هتمشي بيخرج
بيخرج ريخت علشان يقابلهم وبيقدم بيه لسكارلايت على انها قائده الفرسان، وبتشكر سكارلايت ريخت علشان قضوا على كل الشياطين في كل غزواتهم، واقترحت عليه انهم يضموا بلاك ايتش للفرسان، وطبعا بيوافق لان دي اللحظه اللي كان مستنيها من زمان. المهم بتقول ان هو ينضم للفرسان قبل الصبح علشان عندهم اجتماع مهم جدا. بالفعل بيجتمعوا كلهم على الفطار، وبتقول لهم يستعدوا علشان ملك الشياطين هيظهر قريب. اما بقى عن الشيطان اللي ظهرت لبطلنا قبل كده، كانت بتقابل الشيطان مولدوك وبيناديها باسم ماريا، وبنعرف ان مهمتها هي انها تلاقي السيف المقدس قبل ظهور ملك الظلام. بعدها بتتابع المجموعه بتاعتنا رحلتها عن طريق الغابه وبيهزروا مع بعض، وفجاه بيسمعوا صوت جاي من الشجره وبتطلع بنت صغيره بتجري وبتسيبهم، وبيستنتج رودي ان في مدينه قريبه من هنا وبيقترح ان هم يروحوا يشتروا اكل وميه من هناك. بيكملوا في طريقهم لحد ما بيقابلوا المزارع ده، واللي بيفهم ان هم رحاله. بيعرفهم على نفسه وان اسمه هايندل، وبيقول لهم ان المكان ده هو مكان الاجتماعات في المنطقه في الاول، بس دلوقتي بقى بيستخدموه كمأوى. فبيستغرب كايسل من الكلام وبيساله ايه اللي حصل، فبيقول لهم هايندل ان الشياطين هجمت شمال المدينه والكل هرب للقريه دي. بتقع واحده من المزارعين وبتتصاب بجرح، فبتساعدها فراي وبتشفي الجرح بتاعها، وبتعرف الست ان هي كاهنه. اما رودي فبيساعد المزارعين في شيل الاخشاب. وبيكمل هايندل الكلام وبيقول ان اهل القريه كلهم بيحاولوا يبنوا منازل جديده، علشان كده هم محتاجين ناس معاهم يساعدوهم. فبتقول فراي ان هم اللي هيقدموا ليهم المساعده. بتساعد فراي البنات الصغيره بتنظف لهم شعرهم، وفي نفس الوقت بتدخل البنت اللي كانوا قابلوها في الغابه. بتحاول فراي ان هي تتكلم معاها، بس واحده من اهل القريه بتقول لها ان البنت دي اسمها اليزا، وهي مش بتضحك ولا بتتكلم خالص. بتسال فراي عن ابوها وامها، فبترد الست ان هم مش موجودين هنا، وشكلهم كده توفوا لما هجمت الشياطين. فراي بتروح عند البنت اللي بتكون قاعده لوحدها في الجنينه وبتحضنها. بيظهر نور قوي من البنت، وبتقول فراي ان هي عارفه ان سحرها ملوش تاثير بس ممكن يوصل لقلبها. بعد كده بتروح فراي لاصدقائها اللي كانوا خلاص مستعدين للرحيل، بتطلب منهم ان هم يقضوا الليله هنا. فبيستغرب كايسل من طلبها، وبيقول لها ان هم لازم يحصلوا على السيف المقدس في اسرع وقت ممكن، بس مع اصرارها بيضطر يوافق على طلبها، وبيطلب من المزارع ان هم يباتوا الليله هنا. بيفرح جدا بالخبر ده، وبتطلب فراي من رئيس القريه ان هي تلعب مع الاطفال. بيوافق على طلبها، وبيقول لها ان معظم الموجودين هنا مش بيلاقوا وقت علشان يهتموا بالاطفال اصلا. بعد كده بتروح فراي مع الاطفال لحقل الورد، وبتعمل لهم منه اكليل، وبتقول للاطفال يجمعوا اكبر عدد من الورود، وان هي هتعمل لهم اكليل ورد ممكن يحطوه على راسهم او يعلقوه على الباب. فاليزا بتختار نوع ورد نادر جدا. بتروح فراي وراها وبتقول لها ان الزهور جميله جدا، بس هيبقى صعب نعمل منها اكليل، وممكن نحطها على الاكليل اللي عملناه. فبتتضايق اليزا وبتسيبها وبتمشي. بعد كده بتخليهم فراي ان هم يرسموا رسومات علشان يعلقوها على الحيطه. بتروح لها فراي علشان تفهمها ان ده غلط، وان المفروض تساعد زمايلها، بس اليزا بتزعل وبتسيبها وبتمشي برضه. وفي نفس الوقت ده بنشوف كايسل وهو بيساعد في قطع الاخشاب وبيخلص شغله اخيرا. ولما فراي بتروح ورا البنت علشان تفهم ايه اللي حصل، بتلاحظ ان هي كانت بترسم نفس الورده مره تانية. فبتسالها اذا كانت دي زهرتها المفضله، فبتقول لها البنت ان الزهور دي كانت والدتها بتحبها جدا بس الشياطين قتلتها. بتنهار البنت من البكاء وبتاخدها فراي في حضنها، وبيكون كايسل واصحابه بيراقبوا الموقف من بعيد، وبيفهموا ان علشان كده فراي كانت عايزه تقعد هنا النهارده، وان هي حنينه جدا. المهم بتروح فراي مع البنت للمطبخ، وبتقول للطباخ احنا عايزين نساعدك في الطبخ النهارده. وبتتكلم البنت لاول مره وبتقول ان هي عايزه تعمل وجبه خفيفه من الزهور دي. بتساعدها فراي يحضروا حلويات لكل البنات اللي موجودين، وبيفرحوا جدا بشكل الاكل وبياكلوا منه. وبتمدح فراي اليزا قدامهم، وبتقول ان هي اللي ساعدتها في الطبخ النهارده. بيطلب البنات انها تعمل منها مره تانية، فبتقول لها فراي ان اليزا اتعلمت الوصفه وتقدر تعمل لهم بعد كده، وبتوافق اليزا. بعد كده بيتكلم رئيس القريه مع فراي، وبيقول لها ايه رايك لما تقعدي معانا هنا اكتر علشان تعلمي البنات، وبيطلب منها ان هي تفكر بهدوء في الموضوع. بتبقى كلهم عدايه بالصدفه بعد ما خلصت شغل وبتسمع الكلام ده. وفي نص الليل بتصحى فراي من النوم وبتقرر ان هي تروح تطمن على البنات. وفي نفس الوقت بتبقى كلو قلقانه جدا لفراي تسيبهم وتمشي، لان هي سمعت رئيس القريه بيحاول يخليها تفضل هنا. فبيستغرب رودي فراي من تصرفاتها، لانها دايما بتحاول تتخانق مع فراي، بس بتاكد لهم كلو ان برغم كده ففراي شخصيه عزيزه عليها جدا. وبنشوف فراي عند اليزا بتطمن عليها، بس بتتفاجئ ان اليزا صاحيه وبتطلب منها ان هي ما تمشيش من القريه. وتاني يوم بيستعدوا المجموعه بتاعتنا علشان يمشوا من القريه خلاص، وده بعد ما قررت فراي ان هي تكمل مع اصحابها وما تفضلش هنا. اليزا بتبقى واقفه جنبها وبتطلب منها تيجي معاها، وبيفضلوا ماشيين لحد ما بتجري اليزا فجاه وبتستخبى جوه بيت. بتجري فراي وراها وبتدخل البيت ده، بس مش بتلاقي اليزا جوه. بتطلع اليزا فجاه وبتقفل الباب عليها علشان ما تمشيش. بتسيبها لوحدها، وبعد فتره بتلاحظ المجموعه ان فراي ما بقتش موجوده. بتقلق كلو لا تكون فراي قررت ان هي تسيبهم وتفضل في القريه. بيقرر بطلنا كاسل ان هو يروح يدور على فراي، وبيتمشى لحد ما بيوصل لاليزا اللي بتكون قاعده لوحدها. بترفض تقول له على مكان فراي في الاول، بس بعد كده بتاخده للمكان
اللي هي فيه. وقبل ما يوصلوا بيهجم عليهم وحش ضخم جدا وبيطلب كايسل من اليزا انها تستخبى، وبتروح تستخبى عند شجره. في نفس الوقت ده بتشوف فراي كايسل وهو بيحارب الشيطان، وكمان بتحس ان في شيطان تاني وبتقدر تكسر الباب وتساعده بقوتها. هو بالفعل بيقدر بطلنا انه يخلص على الشيطان الاول، بس الشيطان التاني بيبقى قوي جدا. وبتبص فراي لليزا ونظره عينيها اللي مليانه خوف وبتفتكر كل اللي حصل لعيلتها زمان. هو بتقرر فراي انها مش هتخسر قدام الشيطان ده ابدا مهما حصل. بتوجه ضربه بالعصايه بتاعتها للشيطان، وبعدها بيضربوا كايسل ضربه قويه جدا بالسيف بيخلص عليه تماما. وبعدها بتروح فراي تطمن على اليزا وبتشكرها عن اللي هي عملته علشانها. بتتاسف لها ان هي حبستها في البيت وبتحضنها فراي. وتاني يوم بيستعدوا المجموعه بتاعتنا علشان يمشوا من القريه. بيشكرهم رئيس القريه علشان هزموا الشيطان، وبتزعل كلو علشان فراي ما قالتلهاش على الشيطان، بس فراي بتقول لها ان ما كانش في وقت اصلا. بتسلم اليزا على فراي وبتقول لها لما تيجي مره تانية ابقى علميني اعمل اكلات خفيفه. بيمشوا كلهم مع بعض وبتفرح كلو علشان فراي ما مشيتش وسابتها. فبتستغرب فراي كلامها وبتقول لها هو انت فاكره ان انا كنت هسيبكم؟ انا يا بنتي دايما جنبكم على قلبكم كده ومش هبعد عنكم ابدا. بعدها بيروحوا للقريه اللي حصل فيها هجوم الشياطين، وبتقول كلو ان هي حاسه ان في حاجه غريبه، وفجاه بيلاقوا الراجل ده واقف وبيفتكروا كايسل من اهل القريه. بيروح يتكلم معاه بس فجاه الراجل ده بيهجم عليه وبيلحقوا رودي. بيخلص عليه وبيقول للكايسل ان الراجل ده من الموتى الاحياء. هي وصلت لكده يعني شياطين وموتى احياء والف الظلام وحاجه اخر حلاوه يعني. وبيكمل رودي وبيقول انه لازم ياخد باله بعد كده. وقبل ما يخلص كلامه بيلاقي عدد كبير جدا من الموتى الاحياء في المكان وبيهجموا عليهم، فبيجروا بسرعه. الا كلو اللي بتبقى عامله زي الاطرش في الزفه ومش فاهمه اي حاجه، بس بتلاقي الموتى الاحياء وراها فبتفعل وضعيه تهرب يا مجدي، وبسرعه بتوجه عليهم كرات ناريه. بيشوفوا كوخ طالع منه مصدر ضوء، فبيدخلوا جوه بيلاقوا الراجل ده مولع شمعه. فبتقول لهم كلو ان ده مصدر ضوء اللي شافته. بيعرفهم الراجل ده عن نفسه، بيقول لهم ان اسمه يوهان، والموتى الاحياء دول بيجوا عن طريق الضوضاء والصوت العالي. فبيسالوا رودي الكلام ده بيحصل من امتى، فبيرد عليه يوهان وبيقول له ان الموضوع ده حصل لما الشياطين هجمت على القريه وقتلت عدد كبير من القرويين، بس برضه في جزء منهم قدر يهرب، والجزء اللي فضل في القريه حبس نفسه في البيوت وبما فيهم انا طبعا. وبعدها الشياطين مشوا واخدوا معاهم الموتى الاحياء. فبيقول له يوهان معنى كده ان انا الناجي الوحيد دلوقتي، ولما بداوا يهجموا عليا غطت الشبابيك كويس وجمعت الاكل، وبكده انا نجيت بنفسي. وبتشوف فراي نفس الورد اللي بتحبه اليزا، فبتنطق اسمها. فبيسالها يوهان بكل لهفه هو انت تعرفي حاجه عن بنتي؟ فبتقول له فراي ان هي بخير وفي موا في القريه اللي جنبنا. فبيطمن يوهان وبيرجع يقعد على الكرسي وبيقول ان هم انفصلوا في يوم الهجوم. بيسالها عن حالها واذا كانت حزينه، فبتقول له فراي ان هي بخير وهتفرح جدا لو عرفت ان انت لسه على قيد الحياه. بتشجعه كلو ان هو يروح يزورها، فبيقول لها يوهان مش دلوقتي، انا لازم افضل في القريه. فبيخاف كاسل عليه وبيقول له ان الوجود في مكان زي ده خطر جدا، بس رودي بيفهم موقفه وبيقول له يسيبه على راحته. هو بيسالهم يوهان هو انتوا جيتوا القريه دي ليه؟ فبيقولوا له ان هم رايحين جبل اوغر، فبيقترح عليهم ان هم يباتوا هنا النهارده علشان الخروج دلوقتي هيكون خطر جدا، والصبح هو هيدلهم على طريق الجبل بنفسه. بتخاف كلو جدا انها تفضل في المكان ده، بس رودي بيقول لها ان مفيش فرق عندهم بين الليل والنهار، بس الافضل ان هم يتحركوا بالنهار علشان يكونوا شايفين الطريق كويس. وبتستغرب كلو ان برغم ان الشياطين هجمت المدينه بس مفيش اي جثث، فبيقول لها رودي ان الجثث كلها بدات في التحرك. فبيخاف كايسل وبيقول له يعني رجعوا للحياه مره تانية؟ فبيرد عليه رودي وبيقول له ان هم جثث متحركه ومش بيرجعوا للحياه مره تانية ولا حاجه. وبتاكد كلو على كلامه انه في حالات لظهور الموتى الاحياء وهجموا على البشر، والحالات دي مذكوره في سجلات ذهول جلو من 100 سنه. وبيقول ان الشياطين بتتحكم فيهم الموتى الاحياء، ودومينيك قال كده علشان كده هي متاكده. وبتلوم نفسها ان هي كانت لازم تدرس السجلات دي بس ما عرفتش علشان مشوا من المدينه بسرعه. فبيتاسف لها كاسل، فبتقول له كلو ان هو مش ذنبه علشان دومينيك هو اللي خد القرار فجاه. بيسالوا رودي انت عرفت عنهم كل ده ازاي؟ فبيرد وبيقول لهم ان هو بحث عنهم قبل كده في برج الحكماء. وفي الليل بنشوف يوهان وهو نازل القبور ورابط واحده ست معاه، وبتطلع الست دي هي ام البنت ليزا، بتكون من الموتى الاحياء، وبيقول لها ان بنتهم لسه عايشه وبيديها اكل بس مش بترضى تاكله. بيبقى كاسل مراقب الموقف من بعيد وبيرجع اوضته مره تانية وبيحكي لرودي على اللي حصل. فبيجهز رودي سيفه وبيقول للكاسل ان الموتى الاحياء هيفضلوا زي ما هم ولازم يتخلصوا منها. بيرجع يوهان لاوضتهم علشان يطمن عليهم وبيلاقيهم كلهم صاحيين وبيصارحوا رودي باللي هم عرفوه. فبيقول لهم يوهان ان مامة ليزا كانت من ضمن القرويين اللي اتحولوا ورجعوا للقريه مره تانية، واشتغل مع صاحبه علشان يقدروا يمسكوها. فبيقول له رودي ان هي مجرد جثه وان هم لازم يتخلصوا منها دلوقتي. فبيرد عليه يوهان وبيقول له ان الموتى الاحياء مش بيتحركوا بس هي لسه بتتحرك، وان هي اتصابت من شيطان علشان كده هي مش على طبيعتها. بس بفضلكم انا عرفت ان بنتي لسه عايشه وبخير. وبيسالهم اذا كانوا عارفين طريقه لعلاجها علشان سافروا الاماكن كتيره ولا لا. فبيقول له رودي انا مقدر موقفك بس انت مراتك خلاص ماتت ومفيش اي طريقه تانية لعلاجها. بيطلب منهم يوهان ان هم يسيبوه دقيقه واحده، وبينزل للقبو ويتكلم مع مراته. بيحاول يفكرها بالعقد اللي هو اشتروها لها في فرحهم، بس فجاه بتقدر ليزا ان هي تقطع الحبل المربوط وبتهجم عليه. بس رودي بيلحقه بسرعه وبينقذ الموقف وبينصحه ان هو يخلص عليها في اسرع وقت ويريحها من الحياه دي. بس يوهان طبعا مش بيقدر يعمل كده، فبيقول له رودي انا خلاص اللي هعمل كده مكانك. ولسه رودي هيتحرك فبيزق يوهان وبيحاول يضربه، بس رودي
بيتفادى الضربه. بيقع يوهانا على الارض وهو بيبكي وبيقول ان هو عارف اللي لازم يعمله كويس وان المفروض دلوقتي يكون جنب ليزا. بيتاثر كاسل من اللي حصل وبيسمع صوت جاي من بره، وبيطلع رودي وكلو وفراي يشوفوا في ايه، وبيلاقوا ان في عدد كبير من الموتى الاحياء بره، وبيقدر رودي انه يضع على عدد كبير منهم وكلو كمان عن طريق كرات اللهب. بيسالها رودي لو كانت تقدر تخلص عليهم مره واحده، فبتقول له كلو ان هم لازم يتجمعوا كلهم في مكان واحد. بينضم كاسل لهم وبيحارب بكل قوته، وفي نفس الوقت بنشوف يوهان بيعتذر لمراته بيقول لها ان لو هي كانت مراته فعلا كانت هتقدر تتعرف على بنتهم والعقد، وبيقرر يخلص عليها. بنرجع تاني لكاسل اللي بيفتكر ذكرياته مع البنت في القريه، وبيقول بقى على صوت ان هو هيحمي الكل. وبنشوف فرقه بلاك ايدج بعد ما رجعت اوروفيليا وكل اهل القريه بيحييهم. بيبقى في واحد من فريق بلاك ايدج بيفكر ان كل سكان اوروفيليا لازم يموتوا. وبنشوف تاما وهو بيفتكر ذكريات ليه في المدينه، وبيقول لاصحابه من فريق بلاك ايدج ان هم يروحوا هم وهو هيبقى يحصلهم. وبيطلع ان تاما عارف بنت في القريه دي وفجاه اختفت. بيروح يسال صاحب محل المخبوزات عنها، فبيقول ان اسمها شيلا وهي بتشتغل في محل الحلويات اللي في نهايه الشارع، وبيقترح عليه ان هو يروح يزورها. وبنشوف ريخت وهو ماشي في القريه وبيوقف واحد من اصدقاء كاسل وبيشكره ان هو انقذ اصحابه لما كانوا في غابه الملك. فبيقول ان هو مش فاكر اصدقائه اصلا، على الرغم من انه بيكون فاكرهم كويس جدا. من لهم الفلاحين ده. المهم يا صديقي، سكارلايت بتروح تزور والدها المريض اللي غالبا بيودع اصلا. بتتاسف له ان هي مش بتقدر تكون معاه طول الوقت، فبيقول لها ما تقلقيش، وان بيهل حكى له كل اللي حصل مع الفرسان. بيسالها ان كان جماعه بلاك ايدج جادرين بالثقه ولا لا، فبتقول له سكارلايت ان دول جايين عن طريق اللورد مورهام بنفسه، وكمان نتائجهم في اصطياد الشياطين كانت كويسه جدا. فبيستغرب والدها ان مورهام ليه علاقه بجانب الظلام، وبيقول لها ان هي زي والدتها ومش بتعرف تشك في الناس، ودي حاجه قلقاني جدا عليك يا بنتي. فبتقول له سكارلايت ما تقلقش، قوم لنا انت بالسلامه يا عم الحاج، وبعد كده هنشوف الموضوع ده. بعدها بتخرج من عند والدها وبتطمن الخادمه اللي اسمها ديما عليها علشان الفتره الاخيره ارهقت نفسها جامد. فبترد سكارلايت عليها ان مفيش اي وقت للراحه عشان ملك الظلام هيظهر قريب. فبترد عليها الخادمه ديما وبتقول لها ايوه انا شفتك الفتره الاخيره وانت بتتدربي بالسيف بتاعك بشراسه كبيره، واستغربت وقتها لانك اميره في الاساس، وانك تمسكي سيف ده اصلا مش من واجباتك. فبتقول سكارلايت ان واجب العائله الملكيه هي حمايه الامه، مش مجرد ان هم يعملوا حفلات ويلبسوا فساتين وبس. وفي نفس الوقت ده بيوصل ريخت وبتقول له سكارلايت ان هي عايزه تتكلم معاه. اما بقى عن تاما بنشوفه واقف قدام محل الحلويات ومتردد يدخل يكلم البنت اللي جوه، وفي اتنين بيلعبوا قدام المحل وبيعرفوا من لبسه ان هو من بلاك ايدج، فبيخش يقولوا للبنت اللي جوه اللي بتكون لسه فاكراه. وبنرجع لسكارلايت اللي بتقول للريخت ان هم ارسلوا قوات للريف علشان الدفاع زي ما هو اقترح، وان في كتير من اوروفيليا متمركزين حوالين النبلاء، علشان كده هي محتاجه تفكر اكتر في الناس، لان لما والدها كان كويس وبصحته كان بيحارب في المعارك على طول وبيضحي بنفسه علشان يحارب كل اللي بيفكر يغزو اوروفيليا، وده ادى انه ساب الشؤون الداخليه في ايد النبلاء، ونتيجه ده ان النبلاء بقوا بيعملوا كل اللي هم عايزينه وبيتحكموا في كل حاجه، والشعب بيتم تجاهله تماما من النبلاء. علشان كده انا هدافع عن الشعب نيابه عن والدي، وانا بعتمد عليك دلوقتي. وبتسال ريخت انت ليه بتحارب الشياطين؟ علشان هي الفلوس مهمه، بس اكيد في عندك سبب تاني. فبيضحك ريخت وبيقول لها ان هزيمه الشياطين هي الحاجه الوحيده اللي بيقدر يعملها، فبتبتسم له سكارلايت وبتمشي. وبعدها بيضحك ريخت بنظره شريره، وبنشوف تاما في المدينه ومستني شيلا تخلص شغلها، وبعد ما بتخلص بتعتذر له انها خلته يستنى كل ده. فبيقول لها تاما ولا يهمك انا اللي زرتك من غير ميعاد. بتساله عن حال الجرح بتاعه، فبيقول لها ان هو كويس وجه علشان يدي لها المنديل ده، بس بتساله شيلا عن اللي حصل في المعركه، فبيقول لها انا هزمتهم طبعا يا بنتي، انت فاكره ايه ده انا قتلت ولا يجي 20 واحد. بتقرر شيلا تعزمه على العشاء في يوم تاني، وبيفرح تاما جدا وبيرجع للفرقه بتاعته اللي بيستغربوا غيابه وبيفكروه راح في حته كده ولا كده، بس تاما بيتجاهل كل كلامهم وبيقعد ياكل الاكل بتاعه في هدوء. وبنرجع لسكارلايت اللي بتعلن في القلعه ان يوم ملك الظلام اقترب جدا زي ما العرافه اوليفيريا قالت لهم، وان ممكن ملك الظلام يرجع للعالم بتاعهم مره تانيه. فبيقول جيران ان هم مش هيسمحوا ان ده يحصل ابدا، فبتوافق سكارلايت الراي وبتقول ان هم لازم يمنعوا صيد الظلام مهما كلف الامر، وانها عايزه من كل اللي موجودين يفكروا ازاي نقدر نعمل كده. بيسالها احد الجنود عن المكان اللي هينبعث منه صيد الظلام، فبتقول ان هو عند اطلال جمهوريه جرام، وتحديدا عند سهول جلو، وده المكان اللي ظهر منه صيد الظلام من 100 سنه فاتوا. فبيقول لها ريخت ان هم لازم يروحوا هناك ويتاكدوا من ده بنفسهم. فبتقول سكارلايت بس المره دي مش هنروح مجموعه صغيره، ولو كان في شخص بيخطط لرجوع ملك الظلام مره تانيه احنا لازم نخلص عليه على طول، وده لانه بيشكل تهديد لينا، وبيطلب منها ريخت ان فرقته تكون اول فرقه تروح لهناك. بتوافق سكارلايت على طول وبتحط خطه علشان الرحله الاستكشافيه دي، وفي نفس الوقت بيكون تاما بيقابل شيلا في الجنينه وبيقضوا وقت لطيف مع بعض، ولما بيرجع بيسالوا ريخت هو انت كنت فين؟ فبيقول ان هو كان في السوق وبيقعد يحاور في الكلام كده، فبيمسكوا ريخت وبيقول له هو انا هثق فيك المره دي، رغم ان ده قرار متهور جدا. بعدها تاما مش بيبقى عارف ينام وبيفضل يفكر في اللي حصل، وبتجيله زميلته في الفريق وبتهون عليه، بتقول له ان بعد ما ابوها وامها ماتوا اخوها اللي حماها واعتنى بيها طول الوقت، وبتفكره لما كانوا بيهربوا من الشياطين وما كانتش قادره تجري علشان سنها صغير وكمان كانت جعانه، اداها اكل، ومن اليوم ده وعدت نفسها ان هي هتحمي اخوها. فبيسالها تاما عن ايه عكس الانتقام، فبتقول له الغفران.
السلطان، بتساله ان كان فعلا هيتقبل حياه النشيله من شعب اوروفيليا والشعب اللي اضطهدهم زمان ولا لا. بتقول له انت ليك حريه الاختيار بس ما تجيش على اخويا، علشان ده لو حصل فانا مش هسامحك وهقتلك علشان وقفت في طريقه. بنروح لماريا وهي الشيطانه اللي ظهرت قبل كده لابطالنا. ملك الظلام بيضحك بصوت عالي فبتستغرب ماريا وبتساله انت بتضحك على ايه؟ فبيقول لها ان هو بيضحك على الغضب والحزن وبكاء البشر وان هو مستني 100 سنه علشان الحرب اللي جايه. فبتقول لماريا ان ملك الظلام هو اللي في ايده اللعبه دي كلها وهيعيد احياء الامور مره تانية. فبيرد عليها ان رغبته الوحيده انه يشوف البشر المساكين وهم بيموتوا قدام عينه. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. لو الحكايه دي عجبتكم فانا كده مسجل الجزء الثاني منها، بس لايكاتكم وتعليقاتكم على الفيديو ده هي اللي هتقرر اذا كنا هننزل الحكايه دي مره تانية او لا. وما تنساش تشترك في القناه اللي انا سايبها لك في الكومنت المثبت. ويلا اشوفكم الفيديو اللي جاي. ما تنسوش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم، وسلام.